يحكى أن جحا كان يوما من الأيام يتسوق، فجاء رجل من الخلف وصفعه على خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه، ولكن الرجل اعتذر بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، فقد ظننتك فلانا. فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على محاكمته. ولما علا صياحهما اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهبا إلى القاضي، وصادف أن يكون ذلك القاضي قريبا للجاني. ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه، يعني لا تقلق، فسأخلصك من هذه الورطة. ثم أصدر حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا كعقوبة على ضربه. فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي ليس معي شيئا الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: أذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه حتى يحضر المال. ومرت الساعات ولم يحضر الرجل، ففهم جحا الخدعة، خاصة أنه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. فلما أدرك جحا أنه خدع من قبل القاضي وقريبه، قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته، وقال له: إذا أحضر غريمي 20 دينارا فخذها لك حلالا طيبا وانصرف.